نمر إلى المباراة الثانية، المغرب وكندا. كندا باعتبار عامل الأرض والجمهور تقدم مونديال قوي جدا. كندا اللي انتصرت في مباراتين أمام جنوب أفريقيا ب1-0 بالموت الأحمر الزؤام، وأمام قطر بسداسية نظيفة. خسرت أمام سويسرا وتعادلت أمام البوسنة والهرسك. أمام منتخبنا المغربي المدجج بالنجوم في جميع المراكز، في أشرف حكيمي أفضل ظهير أيمن حاليا في العالم، ياسين بونو أفضل حارس مرمى في البطولة، وهجوم قوي وقوي جدا لاعب الريال مدريد وبايرن ميونخ. نعم، إسماعيل السيباري وإبراهيم دياز. المغرب هذه النسخة أقوى من النسخة الفائتة اللي انتصرت بها على كندا في دور المجموعات. نسخة محمد وهبي أقوى من نسخة وليد الركراكي. نسخة وليد الركراكي كانت تركن إلى الدفاع وتلعب على المرتدات، هذه النسخة تمسك الكرة وتستحوذ على اللعب. أظن أنها ستكون مباراة تبعث الثقة من جديد في منتخب المغرب بعد مروره مباراة قوية جدا أمام هولندا. أظن أن المغرب ستمر بأسهل طريقة من كندا إلى الدور القادم، دور ربع النهائي. لكن حذاري، كندا ليست سهلة، بل هو منتخب جريء في التحولات السريعة وتضغط بشكل جماعي وممتاز عند فقدان الكرة، كما أنها تلعب على أرض تعرف أجواءها جيدا. إذن المغرب سيمر إلى الدور القادم. نمر إلى المباراة الثالثة، بلجيكا أمام الولايات المتحدة الأمريكية. بلجيكا اللي قدمت أداء طاعون طوال البطولة، لم تقنع إلا في مباراتها الأخيرة ضد نيوزيلندا. ومباراة الأخيرة فازت على السنغال بسيناريو مجنون وهيتشكوكي. أمام أمريكا التي تقنع بشكل عجيب، وأكاد أجزم أنها الحصان الأسود للبطولة. أظن أن أمريكا ستقصي بلجيكا رغم أن بلجيكا تملك الخبرات مثل تيليمانز، لوكاكو، دي بروين وتروسار، لكن أظن أن أمريكا بوليسيتش وسيرجينيو ديست والعديد من النجوم في شتى المراكز ستمر إلى دور الربع النهائي.